السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب دي زد. شرح هذا الفيديو نتكلموا شوية على القانون الجديد نتاع 2025 يمنع أو تجريم عملات الرقمية في الجزائر. كاين الناس أو أغلبية الناس ما همش عارفين هذا القانون يمنع العملات الرقمية في الجزائر. وباش تعرف كلشي بالتفاصيل وباش تجي جميع المعلومات، قبل ما تفرج الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة بالجرس باش تكون جديد. نبداو على بركة الله. واش معناها يمنع او تجريم عملات الرقمية؟ قال لك اللي يبيعها واللي يشريها واللي يدسها واللي حال محافظ الالكترونية وحال منصات الالكترونية واللي تحويلها وتخزينها وكذلك إرسالها، هذما تعتبر تجريم. معناها راك مجرم بين قوسين، صح. وكذلك وسيلة الدفع، معناها أغلبية المواقع أو أغلبية اللي يخدموا بعملات USDT وكذلك عملة بيتكوين إثينيو، هذوما العملات ممنوعين عن بات استعمالها في داخل الجزائر وليس خارج. نهضروا لا داخل الجزائر. معناها أي واحد اللي عنده العملات الرقمية شاريها ولا تبيعها ولا تخزينها ولا تحميل منصة باينس بايبت رودوباي، هذو ممنوعين في الجزائر. القانون راه يقول، مانيش انا نقول خاوتي، القانون راه يقول وكل واحد يتحمل المسؤوليه نتاعو. نكونوا متفاهمين صح؟ تقول لي حبيب ما هو البديل؟ درك مازال ما شفناش البديل ولا شفنا المنصات اللي نخرجوا بها الدولار. وان شاء الله ندير ليها فيديو ونبحث، واللي لقيت فيها الحلول خاوتي راني ندير ليها فيديو. المهم خاوتي، هذا هو القانون الجديد نتاع اللي دارته الدولة الجزائرية، تمنع عن بات استعمال عملات الرقمية أو عملات الافتراضية المشفرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.